إلا بغيتي عمرك طوال وتكون عندك حياة صحية متوازنة، عليك بالضحك كل نهار. العلم كيقول إلا قدرتي تضحك وانت مريض كتبرا بالزربة، وإلا ما كتضحكش واخا تكون عندك صحة مزيانة غادي تبدا تمرض بشوية بشوية. حيت منين كتضحك ديال بصح من الكرش ديالك وكتخلي داك الضحك كيمتالكك، العقل ديالك كيحبس، حيت ما يمكنش تضحك وتفكر في نفس الوقت. وهذا الصمت اللي كيوقع للدماغ فحالو فحال التأمل، كيمشي منك الستريس، الاندورفينات كيطلعوا. ولا كنتي مريض ولا عندك شي حاجه ضراك، الجسم ديالك كيطلق المسكنات طبيعيه والمورال ديالك كيتبدل، الدوبامين كيجري بواحد السرعه كبيره في الدم، وبزاف ديال الحوايج اللي العلم مازال ما وصلش ليهم. ما تاخدوش الحياه بجديه، ما تكونوش سيريس. وإلا ما لقيتيش علاش تضحك، ضحك على راسك. الحياة اللي عايشة راه غير نكتة كونية. كتفيق كل صباح كتغسل سنانك، كتوجد راسك للخدمة ولعب الدور ديالك مزيان، كترجع من الخدمة كتنعس، كتعاود هادشي حياتك كاملة. واش هادشي ماشي نكتة؟ شفتي الإنسان اللي وصل لواحد الدرجة ديال الوعي هو اللي كيقدر يضحك على راسه. أما الإنسان اللي ما وصلش ديك الدرجة ديال الوعي هذاك هو اللي كيضحك على عباد الله.